يعني الزمالك بيتعادل مع المقاولين 0-0 في مباراه فيها كتير قوي من الاسئله وكلمتين واقفين في زور، يعني الصراحه ربنا مش عارف واقفين في زور زملكاويه تانية ولا لا. فيعني نقول كلمتين عشان الواحد بس ايه يفك عن نفسه. اول حاجه نيمار، انت مقعد نيمار دكه ليه عمر جابر؟ بجد يعني ده انت بجد ده نيمار يعني حاجز من ريحه ايه كانسيلو في السيتي. الراجل ايه الباك اللي بيهاجم، الباك اللي عم بيلعب ممكن يلعب جناح زي مين؟ زي فتوح عندك باك ممكن يلعب جناح. فانت يعني انت بدل ما يبقى عندك باكين ممكن يلعبوا جناحات بتقعد منهم واحد دكه لمين بقى؟ لعمر جابر اللي ما بيعرفش يسلم ولا يستلم. ومن الفتره الاولى على فكره الناس اللي عارفاني من الفتره الاولى لعمر جابر قبل ما يمشي من الزمالك من الفتره الاولى برضو كنت بقول عليه ان هو لا يصلح يلعب في الزمالك، بتلعبه على عمر جابر. يا عم ده بس يكون اول سؤال. ثاني سؤال، دونجا والسيسي يقعدوا دكه لاشرف رؤى؟ اشرف رؤى اللي ما بيعرفش يستلم ولا يسلم، نفس الكلام برضو. انت كده عندك اثنين لعيبه في الملعب ما عرفوش يستلم ويسلم حطيتهم في نفس التشكيل. تالت واحد انت بتلعب بيه عبد الغني. سيبك من عبد الغني دلوقتي اللي يعني الكلام عليه كتير قوي عبد الغني، بس سيبك من عبد الغني دلوقتي. عندك يوسف حسن، معاد يوسف حسن على حساب مين؟ الجزيري. فانت بقى يعني ده كله عايز تبني هجمه بعبد الغني وعمر جابر ورؤى ويوسف حسن، يعني اربعه في كل مركز واحد. بجد بجد اخره يلعب في حرس حدود مع كل احترام لحرس الحدود، بس ده اخره يعني اخره يلعب في حرس حدود. عندك مساك وعندك باك وعندك نص ملعب وعندك مهاجم، اربعه حطيتهم مع بعض في نفس التشكيل وقعدت زيهم عتاوله على الدكه. عتاوله، كلمه عتاوله دي قليله. لما تقعد واحد زي دونجا على الدكه يبقى دي عتاوله. يعني انت عايز تلعب 5-3-2 يا عم العب بدونجا وامام عاشور، يا عم العب بالسيسي وامام عاشور، لكن تلاعب رؤى على الناس ديت مش عارف ازاي. يا عم العب بالجزيري على يوسف حسن، ده شيكابالا يلعب على يوسف حسن احسن من اللي هو عامله. يوسف حسن ده مش عارف بيعمل ايه في الملعب، يعني شيكابالا بالسن دوت يلعب احسن من يوسف حسن. عبد الغني طلعه والعب 4-4-2، بتلعب 5-3-2 ليه؟ يعني العب بالسيسي ودونجا وامام عاشور اهو سهله والله. 4-4-2 يلعب يا عم بالسيسي ودونجا وامام عاشور، ويلعب بنيمار، والناحيه الثانيه هيبقى فتوح، وقدام هيبقى مين؟ اسامه نبيه، وهيبقى الجزيري، وهيبقى شيكابالا، وهيبقى زيزو. فريق في سكواد. لكن اللي احنا شفناه ده اقسم بالله اقسم بالله الزمالك الشوط الاول اقسم بالله لا يقل عن سموحه او الاتحاد او بيراميدز. شكلنا عامل كده فريق اللعيب بياخد الكوره يبقى زي السهله، السهل الممتنع، ولا عايز يبدا ولا عايز يعمل هجمه ولا عايز يعمل حاجه. هو بياخد الكوره لو اتلعب عليه مان بيفقد الكوره. اي لعيب من الاربعه اللي انا قلتهم عبد الغني او عمر جابر او رؤى او يوسف حسن، اي لعيب بيتلعب عليه مان بيفقد الكوره، بيخاف على طول، ما عندوش اصلا الف ب تسليم والتسلم. اللعيبه دي مش عندها. ازاي بيلعبوا في الزمالك انا الله اعلم. كلمتين صراحه واقفين في زوري، ويعني مش مشكله تعادل والله، الواحد ما بيتكلمش على التعادل اصلا. يعني حتى كسبنا ماتش الفتره 4 وانا قلت والناس كلها عارفه ان انا قلت قبل ماتش المقاولين ان الزمالك مش هيكسب المقاولين لان باين من الاداء اصلا. بس تحس ان احنا عندنا ماتش دوري ابطال اوروبا فهو مقعد مثلا الناس الجامده بره عشان عنده مثلا ايه بعد 3 ايام ماتش في دوري ابطال اوروبا زي ما بيحصل في الفرق الاوروبيه. يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق ماتش الاسماعيلي الجاي ونشوفك على خير. سلام.